عادي يعني الميكروب يسكت ويبطل يسخن الواد. هو ليه اساسا اي ميكروب بيسخننا؟ اشاره من الجسم ان في شيء خاطئ، فيسخن الجسم ليك انت عشان توديه للدكتور، وللميكروب عشان ما يعرفش يعيش في الدرجه المرتفعه فيموت. يعتبر جرس انذار. بالظبط. فالمهم الواد سخن، وقالت لك امه انا اديته مضاد حيوي مره مثلا، او ما اديتوش خالص، وبعدها خف. بعدها باسبوعين، دايما بيبقى فيه كده فتره 10 ايام اسبوعين، يقول لك الميكروب اللي هو طنشناه ده ينشط. يا لهوي يعمل ايه يعني؟ يقول لك يتشبه بخلايا المفاصل وخلايا القلب ثم ينشط، فالجسم يهاجمه، وبالغلط يهاجم المفاصل ويهاجم القلب. يعني هو المرض ده ان الجسم هو اللي بيخبط في القلب، على انه الميكروب اكنه انتيجين وانتي بودي، جسم مضاد رايح للميكروب اللي هو فاكره ميكروب على نفس خلايا القلب وخلايا المفاصل. وتبدا غالبا بالمفاصل. هو ممكن يعمل حاجات تانية، ممكن في المخ، ممكن في الجلد، بس اكتر حاجه المفاصل، عشان كده تسمى روماتيزميه. يخبط في المفاصل يعني ايه؟ تورم شديد في المفاصل، لا ما كانش موجود قبل كده. مع ألم طبعا. ألم غبي لدرجة إنه ما يقدرش يحركها، لدرجة إنه ممكن يبقى متكسح، لدرجة إنه ممكن يتشال من السرير عشان يودوه الحمام. يا نهار أبيض. يعني ما فيش واحد يقول لي أصل أنا ركبتي وجعتني كده ده حمى روماتيزمية عشان أنا وقعت النهاردة، لا. ده بدون سبب كده. تقول لك الأم ده من أسبوعين كان سخن، ده لو افتكرت يعني، ما هي مهملة بقى من البداية. أو خد مضاد حيوي يا دكتور والله، بس مثلا مضاد حيوي على قده، أو ما خدوش للآخر، أو عمل له هبوط فقلنا لا بلاش، كفاية عليه بنادول وبرامول وسيتال ودولفين والكلام الفاضي ده. فالمهم الحرارة نزلت فلقيناه حلو وجمدته وبتاع، والميكروب إيه ما ماتش. جينا يا باشا بعدها بأسبوعين لقيت لك ركب ورمت. وقعت يا ابني؟ ابدا. وانت بتلعب في المدرسه؟ ابدا. ورمت وسخن ونار ونايم لي في السرير، والركبه ورمه كالفيل، يعني حاجه بقى لا تخطأ. يا رب. ورمه كده ومحمره ومش قادر يتنيها، وكأنها فيها كسر. اقول لك بقى اكتر من كده، لو تنتها له يخبطك في وشك من شده الالم. في هذه المرحله الطفل يتشال. يبقى هي دي الحمى الروماتيزميه. لان في كل ده لسه ما وصلتش للقلب. لان في بعض الاطفال او بعض الامهات بتلاحظ ان ابنها مش قادر يمشي، ركبه وجعاه، فتقول لك دي حمى روماتيزميه. للاسف طبعا ده لا غلط بقى. دول الافات. ده من كتر ما بياخدوا حقنه البنسلين، الحقنه مش موجوده في السوق. بالظبط كده. 90% من اللي بياخدوا حقنه البنسلين دي قلبهم احسن مني ومنك، ولا جالهم حمى على القلب، بس ركب وجعته في يوم فقال لك هوبا الزقوا حمى يلا. خلاص. عشان حاجات تانية هقولها تشخص بيها الام خطأ ابنها اللي عنده حمى روماتيزميه. هنعرف السيناريو ما يمشي ازاي. ده السيناريو اللي هو التيبيكال، اللي هو زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول. فقال لك ايه؟ طب ما برضو ربنا برضو عايز يميز المرض. ده مرض هيروح للقلب ويخرب الدنيا. ايه يعني واحد سخن وركبه وجعته؟ طب ما انا ممكن مثلا اكون سخن من دور برد عادي، وركبتي توجعني عشان وقعت عليها مثلا، وما افتكرش ان انا وقعت وانا نايم، قرصتني ناموسه فورمت شويه. قال لك لا، ده ربنا مميزها كمان عن كده. قال لك ده مش بس كده، ده الركبه تورم وتتمدد وتلتهب ومش قادر يتحرك عليها، بتمسك المفاصل الكبيره، مش مفاصل الصوابع مثلا والمفاصل، لا عند الكوع، لا الركب اللي مفصل الفخذ، مفصل الكوع، مفاصل الضغط الكبير، الانكل. يقول لك وفجاه يا دكتور لوحده كده من غير حتى ما نعرف عنده ايه ونوديه للدكتور، فشت الركبه والثانيه ورمت. الله. شوف مميزه، لا يخطئ فيها طبيب. هي ممكن تيجي في ركبه والثانيه لا، وبعد كده تروح للثانيه، وبعدين ما تجيش في الاثنين. لا تروح لدي وبعدين تسيب دي وتروح لدي، وبعدين تسيب دي وتروح للفخذ، وبعدين تسيب دي وتروح للكوع، متنقله متحركه. دي مفقوسه. مفقوسه تبقى حمى روماتيزميه. على طول. يسموها ارثرايتس او التهاب في المفصل فليتنج، يعني زي اللي بينط كده، زي البرغوث، تقعد تيجي من هنا لهنا بدون سبب. هي كان اساسا سببها ايه؟ ان المناعه بتخبط في الركبه دي. قالت خلاص يا اولاد براءه، الركبه دي طلعت تبعنا مش طلعت ميكروب، طب يلا نخبط فيه، طب يلا نخبط في ده. فاهم ازاي؟ الام طلعت عبيطه وبرضه ما خدتش بالها، او ودته للدكتور قال لها يا ستي لا يا عم ده شويه وجع في العظام، اكيد وقع يعني، فولتارين ولا حاجه، اي كريم مسكن واتكلي على الله. تشخيص خاطئ طبعا، كتير بتحصل. ركبتي وجعاه يا دكتور، خلاص كريم وخلاص روحي، والميكروب شغال جوه. مضاد حيوي هيموته بجنيه بشلن، البنسلين يموته، البنسلين اللي هو اول مضاد حيوي تم اختراعه في الحرب العالميه الاولى يموته، ما بالك بقى ده ميكروب ضعيف قوي، ضعيف، ده انت لو دوست عليه بالجزمه يموت، بس عايز اللي يعرفه عشان يموته. تذهب الام بابنها لمين؟ مين من الاطباء اللي يشخص هذه الحاله؟ هل طبيب القلب ودكتور ام طبيب العظام؟ هي طبعا هي شايفه ركبته دي حاجه تقول لك عظام صح تمام، فبتروح موديها للعظام، فالعظام يروح مديله مثلا حقنه او مديله مرهم او مسكن. لكن لو لاحظت الام كده يبقى المفروض تتوجه الى طبيب القلب او طبيب الاطفال الشاطر
اللي هيفقسها. ممكن طبيب اطفال يروح مشخص عظمه برضه، اي حاجه، لو يقول لها دي سخونيه. هو كان يكفيه على فكره انه يعمل ايه؟ يديها مضاد حيوي في هذه الفتره، مضاد حيوي بس. ويقول لك احسن حاجه تضيع الركب في الفتره دي، يقول لك لو اديته مسكن، فولتارين، كتافلام، مش عارف، ترامادول، مورفين، ركبه شغاله وورمه ومش بتروح ابدا، الا لو هي بمزاجها تروح والتانيه تورم، وشغال مع نفسه مهما اعطيته من مسكنات، الا الريفو، الاسبرين. يقول لك تدي الاسبرين للولد ده في المرحله دي تختفي الركب وكانك سحرته، كانك سحرته. يعني الام تيجي تقول لك ياه ده انا بقالي شهرين بلف بيه، خد الاسبرينه فشت مفيش، ايه ده؟ لدرجه يقول لك لو عندك عيان مش عارف الركب دي حمى ولا مش حمى، اديله الاسبرين، لو خف تبقى حمى. استخدموه تيست، استخدموه تحليل، دي تيست، ولكن ده مؤقت. يعني ده مش علاج، ده مؤقت. العلاج الاساسي انك تديله مضاد حيوي يموت الميكروب اللي عمل الفيلم ده. بس في المرحله دي برضه ما الواد متكسح، اسبرين بجرعات غبيه. 10 اسبرين اطفال في اليوم لعيل صغير، ما يعملوش قرحه معده ولا انت عندك حاجات تانية هتخرب. ممكن بقى تجيب له اللي هو حسب بقى، الاسبرين اللي هو مغطى ده عادي، او المغلف، او تجيب له الاسبرين عادي، او تدي له جرعات معينه، او بدل ما تدي له اسبرين الاطفال الاربعه بواحده من الريفو تدي له واحده ريفو، فبدل ما يبقى 10 اسبرين الاطفال يبقى واحده ريفو الصبح وواحده ريفو بالليل وخلص، مش باين عليها حاجه جامده يعني، وياخدها في وسط الاكل. عشان المهم ان لقوا ان في المرحله دي الحل الاساسي هو الاسبرين بجرعات كبيره، بالاضافه لان يموت الميكروب اللي عمل الفيلم ده. جميل. قال لك الام صهينت وبرضه ولا في الضياع. معقول هتشوف ام ابنها كده هتديله فولتارين يا سيدي؟ ما هو كده كده بقول لك شويه شويه الركبه هتخف لوحدها. صح؟ هتقول لك خلاص خف على الفولتارين، شكرا بقى. الركبه الثانيه ورمت، هو مين اللي ريحك يا ابني في الركبه دي؟ اسبرين. اديله بقى في ركبه الاسبرين، اديله في الكريم الثاني على الركبه الثانيه. حلو الكلام. طنشت الام والموضوع كبر. يقول لك اوه بقى ممكن يروح للمخ. يعمل ايه يعني؟ قال لك يعمل حركات لا اراديه كده، الوقت تلاقيه زي اللي بيرقص باليه كده، بس دي ما شفتهاش كتير. هو اكتر مكان بيروح للمفاصل 70 80% من العيال لازم حكايه المفاصل ده، حتى سموها حمى روماتيزميه عشان على اسم المفاصل. بالظبط. قال لك ساعات يروح للعظم يعمل لك زي كوره كده، بس دي ما شفتهاش كتير برضه. قال لك ساعات يروح للجلد يعمل لك بطش حمراء كده، بس دي برضه ما شفتهاش كتير برضه. لكن مين اللي يروح له بقى اكتر؟ القلب. ودي اللي شفناها. لو الام صهينت والميكروب جه وراح لللوز وساب اللوز وما اديتلوش مضاد حيوي وعدى الاسبوعين 10 ايام وراح مش عارف للركب والركب ورمت، وهي برضه كل ده ما فيش حتى شممته مضاد حيوي، مع انها لو شممته له هيخف وهي مصهينه، يخش بقى على القلب. يعمل ايه بقى في القلب؟ يقول لك زي ما عمل التهاب في المفاصل يعمل التهاب في القلب. لحسن الحظ حتى من غير علاج التهاب المفاصل هيفش، اذا كان بقول لك بيفش ويروح لوحده في الاخر كله هيفش. التهاب المخ هيفش، البطش هتفش، العاش عارف، اللي هيفضل القلب. ولذلك انهوا الكلمه ما قالوش حمى روماتيزميه على المفاصل ولا على المخ، قالوا حمى روماتيزميه على القلب، لان هذا هو التهمه اللي هتفضل معاه بقيه عمره. يحصل له ايه بقى في القلب؟ يقول لك كما احدث مفاصل يحدث التهاب في القلب. التهاب في القلب هو القلب يلتهب، يورم كده، زي ما واحد ايده تتخبط ولا تتحرق يعني وتورم. يقول لك والقلب ده 3 طبقات: العضله نفسها، اللحم نفسه، والبطانه الداخليه للقلب، والغطا بتاع القلب. فيحصل التهاب لل3 اماكن. ايه ال3؟ يسموها حتى بان يعني كل القلبان كاردايتس، يعني التهاب في كل مناطق القلب، على عكس امراض تانية بتعمل التهاب في العضله بس او التهاب في الغطاء بس. معانا التليفون؟ ماشي، بس نقول الحته دي. طب قول الحته دي. خلينا ناخد التليفون. ناخد التليفون؟ يلا. طيب استاذ اشرف من دقهليه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اشرف، من فضلك، في عند ابن بنتي كان جات له حاله تشنج كده، كان عنده 5 شهور. كويس. فودانا لطبيب الاطفال، حولنا مستشفى الاطفال، مش مهم، فقالوا ان هو عنده نقص كالسيوم. ماشي اوكي. حضرتك اداله جرعه كالسيوم. اوكي. فحلل تاني قال لك الجرعه كان الجهاز عطلان. اوكي يلا كملي بس. نسبه الكالسيوم كانت 6%. ماشي اوكي. فقالوا رجعوا حللوا تاني، قالوا نسبه السكر زادت. السكر؟ رجعوا حللوا تاني قالوا ده ناقص مغنيسيوم. اوكي. كان عنده حضرتك 5 شهور. اوكي. دخلونا في متاهات الله يسامحهم لعند ما الواد توفى. والمعامل هي الغلطانه، المعامل ساعات بتودي. انا بناشد ومن كل قلبي، هو الاعمار دي طبعا بيد الله سبحانه وتعالى، بس هم ربنا يسامحهم، والتشخيص طبعا طلع الله يسامحهم. هقول لك فدخلونا في متاهات شهر كامل. هرد عليك يا ام اشرف، هرد عليك. ماشي يا حبيبي. هرد عليكي.
على شكرا على اتصال حضرتك يا ام اشرف، والف سلامه على عليك. فكره على فكره انت مش من الخطا انك مثلا تعمل تحليل سكر آه. ويطلع فيه سكر عالي وتاخد علاج سكر ويجي لك غيبوبه وتموت. اتاري المعمل طلع ان السكر عالي وهو مش عالي عشان البتاع اللي بيستعمل بيها مثلا اكسبايرد. صح؟ اكيد صح كده؟ طبعا بيحصل. معامل كتير تداول الدنيا. ده بيحصل اكبر مثال اللي هقوله دلوقتي، اللي هتكلم فيه اللي بيحصل في الحمى الروماتيزميه واخطاء المعامل التي تؤدي بالطفل انه ياخد بنسلين طول عمره اونطه. يقول لك سرعه ترسيب عاليه والكلام ده. طب تنصح بقى يعني هقول لك، برضو بس دي استنى نكمل البتاع استنى بس الأخير. النقطه دي عشان ما اللي نخرجش هي عن المعامل. تحليل؟ ما نخرجش عن المعامل. تنصح بايه بالناس اللي هي اول ما تروح للطبيب يقول له اعمل لي تحليل، لا. فتروح لاي معمل، لا مثلا فتروح لاي معمل مشكوك في النتيجه بتاعته. هل لابد ان احنا نروح للمعامل الاكسبنسيف الغاليه زي كذا وكذا وكذا عشان ما بس ما نروحش ماشي، اعلان، صح. ولا اروح معمل بسيط في مستشفى حكومي او في مستوصف؟ طب واين دور الفقير في هذا؟ الفقير مش قادر يدفع، صح. مش قادر يروح معمل من المعامل الكبيره. صح. ما دي اشكاليه تتحل ازاي؟ اقول لك صلى على النبي. عليه انا الصلاة لما والسلام. بلاقي عيان كده محتار بقول له روح معمل تاني، لما يطلع التحليل على عكس ما انا متوقع اقول له روح حلله في معمل تاني، وممكن يطلع رقم تاني خالص. المعامل في امريكا مراقبه من هيئه المخابرات الامريكيه CIA. تخيل انا كنت الله. مره في تكساس. آه. فالمعمل اللي انا قاعد فيه بيحللوا سكر ومش عارف وكوليسترول، حاجات يعني عبيطه، يعني مش دي اللي هتموت. معاك ناس من اجهزه CIA بتختبر وبتبص وبتشوف الرياجنت ده اكسبايرد ولا منتهي الصلاحيه، والجهاز ده بيطلع صح ولا لا، ويعملوا له كنترول كل شويه. يقول لك اصل دي مصيبه. خطا الطبيب هو بني ادم يخطئ، لكن خطا مكنه ملحوق يبقى نلحقه. فهمت ازاي؟ المهم صليت على النبي. نكمل بقى كلامنا عن الحته المهمه. نكمل كلام. جه قال لك وصل للمفاصل وبعدين وصل للقلب، التهب القلب. يلتهب كل اعضاء القلب، العضله نفسها تلتهب فتبقى ضعيفه، فالواد ينهج. يقول لك بعد ما يبقى منفصله تمام يا باشا وخف، بس لسه الحمى موجوده والواد دبلان. الواد بيبقى دبلان شاحب يعني. باين عليه ميكروب. شاحب. ميت خلاص بيحتضر ودبلان ومصفر وواقع وركبه ورمه وحالته كرب. وممكن بتتشخص بان هي انيميا. عادي يا عم، اي حاجه في النص هتتحط. المهم يعني جه بعد كده القلب، تقول لك الواد بينهج. عادي يعني، وضربات قلبه سريعه. طب ما اي حد سخن ضربات قلبه سريعه وبينهج، ممكن تتعدى. ممكن تتعدى. يحصل التهاب في جدار القلب وده بيحس، فالواد يحس باوجاع في قلبه. بس ما يجيش واحد ياخد كلمه من اللي انا قلتها يقول ده الواد بيحس باوجاع في قلبه. لا، لازم تمشي كل السيناريو. كان سخن من اسبوعين وركبه ورمت بالشكل اللي قلناه ودبلان ودرجه حرارته 40 وبيحس بوجع في قلبه ونهجان وضربات قلب سريعه في عيل صغير من 5 ل 20 سنه، يركب الفيلم ده حمى روماتيزميه. ده هي كده اتشخصت ومش محتاج تحاليل. انت عايز حاجه؟ لا. هي كده اتشخصت. هات لي واد بالمواصفات دي، لو حكاها لي حتى على الموبايل هعرفها. صح؟ اكيد. قال لي والله انا كنت سخن وبعدين بعدها باسبوعين لقيت ركبتي ورمت والسخونيه زادت وبعدين فشت والتانيه ورمت وبعدين فشت والانكل ورم وبعدين فش ومش عارف ايه وبعدين دلوقتي لقيت نفسي بنهج وضربات قلبي. هقول له اقفل يا عم اخلص. بس حمى روماتيزميه على طول. خد مضاد حيوي على يموت طول. الميكروب وخد اسبرين للبتاع وتعالى بقى نعمل لك موجات صوتيه على القلب لا تكون لبست في الصمام. ما هي بقى لما بتعمل فاسد الصمام، بوظ الصمام. تعمل ايه بقى ازاي؟ بيقول لك بتفسد الصمام ازاي؟ مش القلب عضله وعملت التهاب والواد بينهج والضربات سريعه، غشاء والواد بيجي له وجع في القلب لان الوجع من الغشاء. بطانه القلب هي نفسها مبطنه القلب من جوه وهي اللي عامله لي الصمامات اللي بتفتح وتقفل. فالصمامات دي تلتهب. عامل زي واحد مثلا صباعه اتحرق وصباعه اتحرق ولزقناهم في بعض وسبناهم كده اسبوعين يلزقوا في بعض يلموا على أكيد بعض. طبعا. صح؟ أكيد. فقال لك الصمامات تلتهب فتلزق في بعض. واكتر صمام يتعمل فيه الفيلم ده الصمام المترالي. من الاربع صمامات اللي في القلب اللي هم المترالي والاورطي والرئوي وثلاثي الشرفات، اكثرهم على الاطلاق المترالي ثم الاورطي. يحصل له ايه؟ يقول لك يلزق، فيحصل ضيق في الصمام الاورطي، ضيق، فبدل ما بيفتح كده يفتح كده، فيبقى في ضيق. الحركه بتاعته مش طبيعيه، بسيطه. ضيق. ده يقول لك لو شفت واحد في الشارع قال لك انا عندي ضيق في الصمام المترالي، حتى لو عنده 50 سنه قول له اقسم بالله انت جالك حمى. انت جالك حمى روماتيزميه. لان طلع في الطب في الطب كله مفيش سبب لضيق الصمام المترالي الا الحمى الروماتيزميه على القلب. بنسبه 99.9. اوكي. حتى كان في واحد من العلماء قال لا، في سبب تاني يعمل ضيق في الصمام المترالي. وبعدين قبل ما يموت الراجل ده قال لا يا جماعه انا اسف، هو مفيش غير الحمى الروماتيزميه. فهمت ازاي؟ يبقى 100%. او بلاش ضيق في الصمام. ماشي، او بلاش ضيق في الصمام المترالي. ممكن ما تعملش ضيق تخليه يلزق في بعضه، ممكن يلتهب ويتخن كده ويبقلظ ويكش، فيفتح حلو زي الفل، بس يجي يقفل يفوت، يحصل ارتجاع في الصمام المترالي. يعني القلب يودي الدم والدم المفروض هيكمل لقدام يقوم راجع له تاني، يوديه يرجع له تاني، ما العضله كده هتبوظ، اللي رايح لها راجع لها. لو الارتجاع شديد يبوظها،
لكن لو ارتجاع متوسط ممكن، لو ارتجاع بسيط مش مهم. بس نبقى عارفين الراجل اللي بيعمل الايكو او الاشعه الموجات التلفزيونيه يقول لك ده الصمام مش طبيعي، تخين كده وملزق او كاشش او بتاع، ده حصل له يا حاجه حمى روماتيزميه على القلب. هتقول له ده فعلا من هو صغير كان جاله حمى شديده ورقد في السرير ومش عارف ايه وركبته عدت كده بس ما حدش خد باله، تكونش هي دي اللي اثرت على القلب، وتقوم ساعتها تعمل موجات صوتيه على القلب. والموجات الصوتيه على القلب هي التشخيص النهائي للحمى الروماتيزميه، وليس التحاليل والاي اس او تي والاي اس ار وسرعه الترسيب وتحليل الميكروب السبحي والحاجات اللي هنقولها بعد الاتصال ده. تمام. نستقبل اتصال من الحاج بيرم عبد العظيم. حاج بيرم، طب حاول يا حاج بيرم ان انت تعيد الاتصال بينا مره اخرى. انقطع طب الاتصال. انت بتعرف ازاي بقى ان في اتصال؟ عشان بشوفك بتكتب. طيب. المهم يا سيدي، تمام. بس المعلومه برضو ان شاء الله تكون مهمه وعاود الاتصال بيه. تمام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى السيناريو نعيده كده بسرعه. كيف تشخص يا ايها الطبيب حمى روماتيزميه؟ هذا ما علمناه في الطب. قال لك الحمى الروماتيزميه سيناريو كالاتي: واحد سخن، عيل صغير من سن 5 ل 20، عشان ما تجيبليش واحد عنده 40 سنه وتقول لي حمى. رجع الحاج بيرم. لا، ام محمد من السعوديه. ماشي، طب ناخدها بقى، نرد عليها. استاذه ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الله يكرمك. والله انا ابني عنده 14 سنه. ممتاز. وعملت له عمليه اللوز وهو صغير، كان سنه 6 سنوات. ممتاز. وبعد ما عملت عمليه اللوز بقى دايما يجيله التهاب الحلق باستمرار. ممتاز. شفتي بقى ان مش لازم موضوع اللوز، ممكن في الحلق في اي حته تانية. طب كملي، ايه المشكله بقى؟ التهاب حلق كده وخلاص؟ اثناء الالتهاب بعد ما عملت اللوز بفتره. التهاب الحلق. طيب اديله بقى مضاد حيوي. دكتور واجي، بس اثناء السخونيه بقى مع الدكتور. ما هو بقى المشكله عندي دلوقتي بقى يروح بقى في الشهر مرتين يجي التهاب الحلق، واكشف عليه واروح واجي، بس بقى البول عنده يتغير لونه يحمر. اوكي. يا ستي طيب دي حاجه تانية، دي في الكلى، البول يحمر يبقى فيه دم. كويس. اوكي. ما ياخد العلاج، يوم العلاج يوم لما حمار يروح. صح. ده بنتكلم مره في حلقه عن الكلى، ساعات بدل ما تخبط في القلب تخبط في الكلى حاليا. اوكي، لكن ما عندوش مشاكل في القلب صح؟ ما ينهكش ولا حاجه؟ لا والله ما عملناش حاجه في القلب يعني. احنا دلوقتي ماشيين مع دكتور مركز الكلى. هرد عليك يا محمد. شكرا يا ابو محمد. ناخد الحاج بيرم تاني وبعدين هرد على بس عشان تقفلي بس يا ابو محمد سكه القلب وتطمني، اعملي له موجات صوتيه على القلب. طلعت الصمامات حلوه يبقى كده نسينا القلب والحمى ما راحتش للقلب. ناخد الحاج بيرم. الحاج بيرم مش موجود. فصل. اوكي تاني. خلاص ماشي اتفقنا. حاول تتصل بينا تاني يا حاج بيرم. يا حاج بيرم ركز اكتر. خلاص. طيب. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني عايز اقول لك عشان تتجنبي ان ابنك عنده حمى روماتيزميه على القلب، اعملي لي موجات صوتيه على القلب، اشعه كده ب 100 جنيه ولا حاجه زي السونار يعني. هي حاجه ممكن مش مضره. هي ممكن تصل الى في بعض الحالات الى الكلى. لا بنفس الفكره. بيقول لك ان مش احنا بتوع القلب قال لك في عندنا مرض اسمه حمى روماتيزميه على القلب. بتوع الكلى طلع عندهم مرض برضه قبله ميكروب وبيخش على الكلى ويعمل دم في البول، بيعمل نفس الفكره. قشطه. بس مش حمى روماتيزميه. بس مش اسموش حمى روماتيزميه. وعلاجه برضه ان انا ادي مضاد حيوي عشان اموت الميكروب وادي حاجات عشان اضيع الالتهاب اللي بيحصل في الكلى وكورتيزونات وحاجات كده، بس مالهاش سكه بالاسبرين. بس نفس الفكره يعني يا اخي. اي حد يسخن بدل ما تروح للكلى ولا تروح للقلب، ناخد الحاج بيرم قبل ما يفصل. الله يخليك. خد مضاد حيوي. اتفضل الحاج بيرم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور رامي، ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله ربنا يخليك. عامل ايه؟ وحشني. ربنا يخليك. ازي اخبارك؟ الحمد لله ربنا انا الماريفان اللي هو ال 3 مللي خدت منه 2 2 على اساس يبقى 6 الجرعه. اوكي. والسيوله كام؟ وعملت تحليل السيوله طلعت 1.8. اوكي. وانا قايل لك ان احنا عايزين السيوله من 2 ل 3. كويسه ولا لا؟ عايزين نزودها شويه. لازم نبقى السيوله من 2 ل 3. انت بقالك قد ايه ماشي على ماريفان 6؟ بقالي دلوقتي حوالي شهر. وحللت بعد ال6 طلع 1.8، واحنا عايزينها تطلع من 2 تعدي ال2 من 2 ل 3، يبقى نزود الماريفان. بس الاول حلل في معمل تاني لا يكون المعمل مطلعها 1.8 غلط. اوكي. يلا سلام يا عم بيرم. سلام يا استاذ بيرم. معانا طارق من القاهره. السلام عليكم يا استاذ طارق. انا بقول بقى تحسبا لوجود اخطاء في المعامل وتحدث كثيرا في موضوع السيوله. السلام عليكم يا استاذ طارق. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا متابع الدكتور حضرتك، عايز استشيره بس استشاره. اتفضل يا حاج طارق. بس اقفل التلفزيون واسمعنا من السماعه من فضلك. ماشي يا فندم ماشي. وهو داخل الكنترول قولوا له الكلمه دي، كل عيان نقول له كده. انا حضرتك عملت اشعه على القلب موجات صوتيه. فالدكتور قال لي انت عندك ضغط في الشريان الرئوي. اوكي. فوصف لي علاج
ما يعني متخوف اخده اللي هو فياجرا. اوكي، هو فعلا بس لازم الاول نشخص. هو على فكره الفياجرا اول ما اخترعوه ما كانش عشان الانتصاب والحاجات لا، ده كان معمول عشان يفتح الشريان الرئوي وينزل ضغط الشريان الرئوي. بس السؤال هنا، ضغط الشريان الرئوي اللي عالي ده له سبب ام ليس له سبب؟ ان كان ليس له سبب اسمعني بس. ليه ايه سببه بقى؟ السبب بتاع حضرتك ان جالك جلطات قبل كده؟ ان الصدر الرئه تعبانه فيها التهابات. ايه يعني تعبانه يعني؟ ايه يعني تعبانه يعني؟ كنت بتدخن مثلا وحصل التهابات جامده فيها ولا؟ بدخن وحصل يعني زي نسبه تليف بسيطه في الرئه. اوكي تمام، لكن ما كانش عندك جلطات مثلا في رجلك وطلعت على القلب ولا حاجه؟ لا حضرتك. طيب اوكي ممتاز. هو هرد عليك خلاص. هو شكرا يا استاذ طارق. قبل ما ناخد بقى اتصال تاني، اوكي؟ نعم. هو الشريان الرئوي هو اللي بيخلي الدم اللي راجع الازرق ده كله يروح بعد كده ازرق للقلب، ومن القلب يروح على الشريان الرئوي، فالشريان الرئوي ده بيستقبل الدم، فلو الضغط فيه عالي مش هيعرف يستقبل، وساعتها بنقول يا ترى في حاجه سدته، حاجه في الاورده سدته، ولا الرئه نفسها مقفوله فالضغط مش عارف يمشي، ونعالج السبب. امتى نستخدم الحاجات اللي بتوسع الشرايين بتاعت الرئه زي الفياجرا والحاجات اللي انت قلت لي عليها؟ لما يكون مش عارفين له سبب او مش عايز ينزل. لكن ادام في سبب نعالج السبب اللي في الرئه، في التهابات في الرئه، في ميكروب في الرئه، في تليف في الرئه، عايزين نعمل توسع للشعب الهوائيه، عايزين نعمل سيوله لو في جلطات كانت بتطلع، عايزين ندي اسبرين، وممكن في الاخر معاهم ندي، لكن مش هو ده الاساس. ناخد ماجد من السعوديه. اوكي استاذ ماجد. ايوه معاك يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك بالنسبه للحاله الاخت ام محمد اللي اتصلت قبل كده من السعوديه. نفس الفكره عند ابني، ورحت حللت تجمع بولي وقالوا في زلال في البول. صح. وبعدين الدكتور قال لي بنحتاج نعمل عينه من الكلى ودخلني في دوامه كده. صح. هل الكلام ده مظبوط؟ صح مظبوط. بص يا سيدي صلي على النبي، هو اكتر سبب يخلي الواد يسخن فينزل دم في البول ان الميكروب يكون راح وضايق الكلى زي ما كان ضايق القلب في الحمى الروماتيزميه، وبيرسب اجسام مضاده اسمها IgA وبتترسب، وعشان نعرفها بنعرفها بعينه من الكلى. لكن اساسا بما ان مفيش مرض يعمل كده غير اللي انا بقوله ده، فبقت الدكاتره مش محتاجه تعمل عينه. اوكي؟ وعارف في الاخر علاجه ايه بعد ما اعمل عينه؟ اتفضل. هقول لك ولا حاجه. لما يسخن هينزل شويه دم في البول وخلاص، بس ما تخلوش يسخن كتير، ملهاش اي سكه. بس هو حضرتك البول بتاعه دايما في نسبه دم. اوكي، لا في نسبه دم يعني على التحليل مكتوب يعني كام كوره، ولا في نسبه دم يعني نازل دم احمر؟ لا نسبه يعني اللون بتاعه زيتي كده، نسبه لون البول. طيب اوكي، كلمني احسن بعد الهوا وانا اقول لك بقى هنعمل ايه. ده الموضوع ده فيه بروتوكول هنمشي عليه. شكرا استاذ ماجد من السعوديه، شكرا على اتصالك. ناخد ام اسامه. السلام عليكم ام اسامه. السلام عليكم ام اسامه، نرجو بس ان حضرتك توطي صوت التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايزه عنوان الدكتور او رقم تليفونه عشان اروح للعياده بتاعته. حضرتك اتصل بالكنترول، حضرتك هيديكوا رقم تليفونه وعيادته. طيب شكرا ام اسامه. نكمل الكلام مهم. معانا حد تاني؟ معانا حد؟ لا مفيش. طيب اوكي اتفضل. بص يا سيدي صلى على النبي، يبقى احنا كده لما يجي لي طفل صغير عايز اعرف عنده حمى روماتيزميه ولا لا، لانهم بالهبل متشخصين خطأ، اقول له يا حاج انت حصل لك السيناريو ده، وكان الواد كان سخن، وبعدها باسبوعين بدات ركبه تورم، وركبه تسيب ركبه تيجي، ركبه تسيب ركبه تيجي، والواد كان سخن مهمد، وكنا بنشيله عشان حتى نوديه الحمام، وكان واخد اجازه من المدرسه شهرين ثلاثه، وبعدين بدا ينهج وضربات قلبه سريعه، جينا نعمل له موجات صوتيه على القلب، الدكتور بيسمع كده بالسماعه قال لك انا سامع صوت حاجه في الصمام، طلع في ضيق في الصمام المترالي او ارتجاع في الصمام المترالي، وده اشهر صمام قلنا، ومن بعديه ليه الصمام الاورطي، طلع في حاجه برده في الصمام الضيق او ارتجاع، يبقى الراجل ده عنده حمى روماتيزميه على القلب، وللاسف يا جماعه هيفضل الضيق او الارتجاع ده طول العمر، ونتعامل معاه بقى حسب درجته، لو بسيط يبقى هنسيبه، لو الضيق ده شديد يبقى ساعتها ممكن، لو متوسط ماشي، لكن لو شديد قوي ممكن بقى نعمل تغيير صمام او توسيع بالبالونه وندخل الواد في فيلم وعمليه وبتاع. طب ام اسامه فيهم رجعت تاني عشان هتسالك سؤال. ام اسامه اتفضلي بطرح السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام وخير. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم اتفضلي. لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. يلا. يعني لو سمحت عندي الضغط مرتفع من 2006. اوكي. وباخد بلاكيوم دايو. اوكي. مش موافق عليه بلاكيوم دايو ده باخده. مش موافق عليه بس كملي. وبعدين دلوقتي قالوا في عندي دوالي في رجليا، فعندي الم في رجليا فظيع من اول السمانه كده لحد فوق. وضغطك مظبوط؟ الضغط بقيسه على بلوكيوم داوي ده مظبوط، باخده بقالي فتره طويله يعني. عندك ضغط ليكي كام سنه؟
خلاص اوكي. فصل. ناخد سمية من اسكندريه. مش موافق بس عليه عشان خاطر ما بيشتغلش 24 ساعه. افضل في ادويه الضغط الادويه اللونج اكتنج اللي بتشتغل 24 ساعه، لان الضغط ده بيجي الصبح وبيفضل الظهر وبيفضل بالليل، مش بيجي الساعه 6 ويروح الساعه 7. فما ينفعش استخدم دواء للضغط يشتغل 6 ساعات 8 ساعات في اليوم والباقي كله الضغط يعلى، لازم يكون بيشتغل 24 ساعه. تمام. وكتير قوي من الادويه ناخد استاذ سميه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ تامر؟ اهلا بيكي يا فندم. تحياتي للدكتور. ربنا يخليك يا استاذ سميه، اتفضلي. الله يكرمك. معلش يا دكتور بعد اذنك، انا عندي ابني عنده 15 سنه. هو كان وهو عنده 5 سنين كانت جات له اللوز، بس ما كانتش ظاهره يعني، كانت اثرت على ودانه وحصل ثقب في الاذن وكده. اوكي ماشي، نسمع يمكن تطلع حمى روماتيزميه. طب كملي وبعدين. وبعدين المهم عملنا اللوز وكده، وبعدها بفتره حسيت برضو ان رحت للدكتور فقال لي ان في موجود ميكروب سبحي، واخد برضو فتره بنسلين. لا استني عليها. والحمد لله من بعدها مفيش، بس انا بحس دلوقتي ان هو على طول ماسك صدره. طيب. بيحس دايما بنهجان، يعني بحس ان هو ضعيف جدا، يعني تحس ان هو اسمعيني بقى. اسمعيني يا سمية، اسمعيني عشان في كلمه اتقالت في النص ضايقتني، ودي اللي بيقولها كل العيانين. ايوه. انت بتقولي لي ان بعد ما خف من ودنه ومش عارف ايه الدكتور قال ان في ميكروب سبحي. ايوه. طب هو عرف منين؟ شافه يعني؟ بعد ما عمل اللوز خلاص وشالها بقى. ما اقصدش، هل عدى على السيناريو اللي قلناه ده؟ اللي هو سخن وركبه ورمت وفضل نايم في السرير شهرين وبتشيلوه عشان تودوه الحمام وبعدين بعد. طيب هي كان كل المشكله في ودنه بس خلاص. ما عداش بقى، ما عداش على الحمى، ما عداش على الحمى والروماتيزم وركبه ورمت وكنتوا شايلينه من السرير وغاب من المدرسه شهرين وكان متكسح قاعد في البيت، وبعدين بعد كده جاله نهجان. ده واحد سخن والدنيا دي خلصت، ونهجان عشان انيميا مثلا ودي خلصت، ودي مالهاش دعوه بدي، واحنا حطينا الميكروب السبحي في النص عشان نمشيها حمى روماتيزميه وادينا له بنسلين اونطه. معايا انت؟ هقول لك بقى نمشيها ازاي صح. يعني اعراض مثلا النهجان او انه لا مالهاش علاقه. عايزه تعرفي حمى روماتيزميه على القلب ولا مش على القلب؟ تعملي موجات صوتيه على القلب، مش تعملي لي تحليل حمى روماتيزميه، لان تحليل الميكروب ممكن لو انت عملتيه يطلع ايجابي. هو انت يعني عمرك ما جالك لوز وانت صغيره؟ وانا وانت وكلنا لو كلنا عملنا التحليل ده دلوقتي هيطلع ايجابي. هو انت لو عملتي تحليل شلل الاطفال وطلع ايجابي يبقى انت عندك شلل اطفال؟ لا، بس متطعمه ضد شلل الاطفال، في اجسام مضاده ضد شلل الاطفال. فالتحليل ده اسمه كده انتي، يعني الاجسام المضاده للميكروب السبحي، يعني موجوده في اي حد جاله ميكروب قبل كده، الا لو واحد لسه مولود ما سخنش. فهمت اقصد ايه؟ مش عشان موجوده اقوم البسه في حمى روماتيزميه وهي مالهاش علاقه. طب الحمد لله، متشكره جدا. اعملي له بقى موجات صوتيه على القلب عشان تطمني، وهفهمك ازاي الناس بتتشخص خطا في هذا الموضوع، بس بلاش اتصالات، بس ارد على الحته دي. طب عشان بس معانا ام احمد وبعدين خلاص. طيب. طب ناخد ام احمد من دمياط. اتفضلي يا ام احمد. ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. سيادتك يا فندم، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله انا كويس بخير، ربنا يبارك لك. الله يكرمك. وانا صدري بيجي له وجع من قدام وبيسمع في ظهري من ورا. كويس. والوجع ده وانت قاعده ولا لما تمشي؟ لا ممكن وانا قاعده. لا وانا قاعده. وبيقعد كام ساعه؟ والله ساعات بيطول، ساعات بيبقى نص ساعه ساعه. اوكي ممتاز. انت عندك كام سنه؟ يعني 52. ما عندكيش سكر ولا ضغط ولا كلام من ده؟ لا الحمد لله. انا كنت رحت للدكتور كده من فتره، يعني من حوالي سنه، وقال لي هو بيجي ويروح، قال لي ده المعده، واداني علاج المعده بس ما ارتحتش. اوكي لا هو ده مش من المعده ولا من القلب، لان وجع القلب ما يجيش ويقعد نص ساعه ويجي وانت قاعده وملوش علاقه بالسلم. الوجع ده اكتريته اللي يقعد كتير كده وبتاع، وبرده لو شفتك هيبان، وعايز اعرف مكانه وبيجي عامل ازاي. طب تعالى نسالها كام سؤال. صدري من قدام في النص كده ويسمع في ظهره قصاده من ورا. عامل ازاي بقى؟ زي النغزه كده؟ والله بحس كأن العضله وقفت او حلو، هو بالظبط كده. انت قلتي اهو، هي بتبقى عضلات. عارفه لما واحد يجي له شد عضلي في السمانه ما بيقدرش يمشي، او لما يجي له شد عضلي في الضلوع تقفش عليه يجي له وجع، ولولا ان هو جنب القلب ما كانش قال قلب اساسا ولا كنت كلمتينا. فهمت اقصد ايه؟ فهو من الضلوع. ما تقلقيش، اديني له اي حاجه، بس برضه اطمني بانك تعملي رسم قلب عشان لو في اي حاجه في الشرايين. بس الوصف اللي انت وصفتيه ده ليس له علاقه بالشرايين، لانه وجع وبيجي نص ساعه وبيجي في النص ومش عارف بيسمع ورا وملوش علاقه بالمشي وبيقعد وقت طويل، فغالبا ده من العظم، وزي ما انت قلتي شد عضلي. اديني له كده بوفاس ولا موف، وبعد كده بس انا يا دكتور خدت اسبرين اللي هو الاطفال ده، فحسيت ان انا برتاح. بالظبط. برافو عليك، برافو عليك، عشان هو مسكن. الاسبرين بالاضافه لانه بيعمل سيوله مسكن. و100 مره قلنا قبل كده لو واحد عدى سن ال50 نديله اسبرين سواء كده او كده عشان السيوله، عشان ما يجيلوش جلطات. يبقى انت منك بتاخدي اسبرين عشان يعمل سيوله، ومنك ادهني كريم عشان الوجع ده غالبا مش من القلب حتى يكشف عليكي. قشطه.
نكمل بقى. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طب عليه الصلاه والسلام، بالنسبه لمدام سميه هي كان اللي لما عندها قال لها ابنها ابنها وكان ميكروب سبحي حلو. هي قالت خلاص ده ما احنا في ميكروب سبحي، يبقى هو عنده حمى روماتيزميه ولم يحدث تلك الاعراض اللي ابدا. هذا خطا، هذا خطا. طب ده عباره عن ايه بقى؟ اقول لك بقى يا سيدي، صلى على النبي. على عندما قال العلماء يا جماعه عايزين نشخص حمى من غير ما نغلط، قال لك نحط لها خصائص، اذا وجدت الخصائص في العيل يبقى ده عنده حمى، اذا لم توجد الخصائص يبقى ده ما عندوش حمى واحنا بنستهبل. وبما ان الخصائص دي كتيره قسموها، قال لك خصائص كبرى دي مهمه ولازم الاقيها، ولو ما لقيتهاش يبقى دي مش حمى، وخصائص صغرى ودي يعني ممكن تخدم في التشخيص بس لازم الخصائص الكبرى. قال لك ايه الخصائص الكبرى؟ قال لك رقم واحد الفيلم اللي حكيناه، ان يكون سخن وبعدها المفاصل جت والمفاصل بتتنقل، اصل ما فيش مرض تاني يعملها. رقم اتنين ان يكون جه بعدها حاجه في القلب واتشخصت فعلا قلب، وعملنا موجات صوتيه والقلب ملتهب ولقيناه ملتهب ولقينا الصمامات بايظه، دي مفقوسه اهي. رقم ثلاثة قلنا يمكن تيجي في المخ، فالواد جات له مش عارف حاجات زي كده بعد دور سخونيه. رقم أربعة قلنا يمكن تيجي مش عارف ايه، قال لك لو لقينا الحاجات دي بس دي مش بنشوفها. او رقم خمسة البطش بس دي مش بنشوفها، لكن اكتر حاجه بنشوفها اللي ركب بعد دور سخونيه وبعدها موضوع القلب. والاكتر اللي يبان الركب في 70 او 80% في الحالات، موضوع المخ وموضوع البطش ده بيبان في 10 او 5% من الحالات بس. قال لك في خصائص صغيره مش لازم الاقيها، قال لك سخونيه. طب ما المتوقع ان الفيلم ده كله يجي في عيل بيغلي. قال لك احمرار في مفصل، طب ما اوريدي احنا جبنا سيره المفاصل. قال لك تحليل حمى روماتيزميه يكون عالي، طب ما اوريدي لو واحد بيغلي كده هلاقي التحليل عالي دلوقتي، ومش بس عالي دلوقتي، بكره اعلى وبعده اعلى وبعده اعلى، لازم يكون بيعلى. لكن ما اجيش واحد اعمل له الاجسام المضاده للميكروب اقوم اعملها لك الاقيها عالي عشان انت يا عيني كان جالك دور برد من 15 سنه فاتوا ولسه الاجسام المضاده قاعده في الدم عندك، اقوم اقول لك لا يا راجل ده انت عندك حمى دلوقتي. ده في ناس بتتشخص كده. واحده عندها 70 سنه مره اتصلت بيا تقول لي انا كان ركبتي بتوجعني فرحت للدكتور قال لي اعمل تحليل حمى روماتيزميه طلع عالي، فقال لي ده انت عندك حمى روماتيزميه خدي بقى حقنه بنسلين لحد ما يبقى عندك 20 سنه باثر رجعي. يا راجل يا راجل خلاص بقت فالراجل قال لك ايه؟ واخر حاجه قال لك سرعه الترسيب لو لقيتها عاليه. هو واحد بيغلي بالشكل ده كله مش هيبقى عنده سرعه ترسيب عاليه؟ هو ايه سرعه الترسيب؟ دي بتعلى في اي حاجه. قال لك يعني بتجيب الدم تحطه في انبوبه وتسيبه يرسب. لما بيكون في التهابات في الجسم الدم بيلزق في بعضه فبيرسب بسرعه فبيحصل سرعه في الترسيب. اي حاجه غير المرض ده تعمل سرعه في الترسيب. لو واحد ركبته وجعاه عشان واقف في طابور، لو واحد سخن عشان عنده دور التهاب في البروستاتا، لو واحد عنده لماذا لا يتم استئصال اللوز اذا كان الطفل عنده سرعه ترسيب؟ اوكي اسمعني بقى، هسمعك والله اهو. طيب كده او كده اللوز مش هي الاساس الا لو كانت بتجيله كتير وكل شويه تعمل له حمى ومن كتر ما بياخد المضاد الحيوي ما بقاش حاجه في البيت بياكل مضاد حيوي اكل ما بياكل. صح. لكن لو مش بتجيله كتير واقول لا ده انا هشيلها حمايه من الحمى، لا يا حبيبي ما الميكروب ممكن يجي في الزور، شيله الزور بقى وشيله الرقبه وشيله الحته دي وشيله راسه وركب له راس يا راجل. مش ده الاساس. عشان كده العلماء قالوا لك تشخيص الحمى الروماتيزميه هو ليس تشخيص بالتحليل. ما يجيش واحد يقول لي عامل سرعه ترسيب لقيتها عاليه، يا سلام طب ما اي واحد رجله وجعاه تطلع عاليه حتى لو عنده 70 سنه. ما يجيش واحد يقول لي انا عامل سرعه مش عارف ميكروب سبحي لقيته عالي، طب ما اي حد جاله ميكروب امبارح ولا من شهر ولا من 100 سنه الاجسام المضاده موجوده هيطلع عالي. واقول له ان ده عنده حمى روماتيزميه وهو ما اتلمسش في القلب وكل مشكلته انه جه من المدرسه في يوم قال لي يا ماما ركبتي وجعاني، يلبس في حقنه بنسلين طول عمره اونطه. تخيل يا عيني على الطفل اللي يرجع المدرسه يقول ركبتي وجعاني ويروح لدكتور ويعمل سرعه ترسيب يلاقيها عاليه يلبس يا عيني بنسلين طول عمره وهو قلبه ابو تريكه. تخيل بقى. امال ازاي اشخص حمى روماتيزميه؟ تتشخص كلينيكالي. يعني ايه كلينيكال؟ يعني بالاعراض. الحمى الروماتيزميه هو مرض يشخص بالحكايه اللي بحكيها دي. الحكايه ما حدش بيتلخبط فيها. واحد يا بيه انا عندي ابني 10 سنين، واحده هتتصل كده اللي عنده بقى حمى ماله يا حاجه؟ يا دكتور كان سخن قوي وجاله حمى جامده قوي. ماشي اديته مضاد حيوي او ما اديتوش هي هتقول يعني ماشي وبعدين يا بيه بقى زي الفل. عدى يا باشا 10 ايام اسبوعين فجاه يا باشا لقيت لك ركبه ورمت ومفاصله ورمت وتيجي من دي وتروح لدي وتيجي من دي والواد مهمد ومململ ومش قادر يمشي على رجله وبنشيله عشان نوديه الحمام وجبنا له جواب من المدرسه عشان نقعده ودرجه حرارته 40 ودبلان وضربات قلبه سريعه وبينهج. ايه دي بقى؟ عايز ايه انا تاني؟ عايز تحليل سرعه ترسيب عشان اشخصه؟
ما كفايه، ما خلصت خلاص كده. يبقى هي الاعراض بتوضح تماما ان هذا الطفل مريض بالحمى. بالظبط، الله ينور عليك. قال لك يعني لو سمعت الكلام ده يبقى هو ده اكيد. قال لك لو انت بقى يعني مش متاكد، اصل واحد سخن والركبه دي ورمت وبعدين فشت وبعدين دي ورمت وبعدين فشت وبعدين الانكل ورم وبعدين فش وبعدين الفخذ ورم وبعدين فش والواد نار وما بيتحركش ومش قادر يقوم وضربات قلبه سريعه وعملنا موجات صوتيه على القلب ولقينا ضيق في الصمام المترالي، عايز ايه تاني؟ وانت قال يعني مش متاكد من التشخيص، قمت عامل له سرعه ترسيب. بيقول لك ده حطه كده في اخر الفايل، يعني معاك 10 جنيه في جيبك زياده، طب اعمل لي سرعه ترسيب ونحطه كده كده هيطلع عالي. اعمل لي ميكروب سبحي نحطه كده كده هيطلع عالي. لكن ما ينفعش امسك الميكروب السبحي من اخر الفايل واحطه في اول الفايل واقول هو ده اللي هيشخص لي، ككثير من الناس اللي بتشخصها غلط. يجي عيل ركبته وجعاه او اي حاجه تاني وجعاه، تعالي كده ايه هو ايه اللي في العيال، ايه اللي في الكبار، قسطره، ايه اللي في العيال، سرعه ترسيب. نعمل سرعه ترسيب طلعت عاليه، الواد سخن وسرعه ترسيب عاليه، يبقى احنا كده عرفنا نشخص حمى روماتيزميه ونديله بنسلين على فاضي. عرفنا اعراضها وعرفنا تشخيصها، لان كتير من الاطباء بيغلط في موضوع التشخيص ده. انت قلت كلام او الام بتستعجل. رائع 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 رائع، ولكن العلاج في 4 دقائق عشان قدامها 4 دقائق. اوكي. العلاج لما يبتدي الولد الركب تورم والمفاصل تورم وتنتقل من الركبه دي للركبه دي وبتاع، خلاص عرفنا العلاج هنا في وقتها. والواد بينهج وضربات قلبه سريعه كله مع بعضه، مش هاجي واحد مش هاجي واحد بينهج لوحده او واحد سخن لوحده. لا جميع الاعراض دي مع بعض. ولكن كيفيه العلاج بقى حينها عشان نقولها بقى في الكام دقيقه دول. اولا على فكره 90% من الناس اللي متشخصه حمى روماتيزميه وبتاخد البنسلين بتاخده على سرعه الترسيب والميكروب السبحي، ولا حد فيهم جاله الفيلم اللي قلنا ده. لكن نقول بقى كيفيه العلاج. قال لك لو الواد جالك في الاول سخن مضاد حيوي، اي حد يا حاجه سامعاني، اي حد من عيالك يسخن انفخيه مضاد حيوي من النوع الفاخر، حميه مضاد حيوي، خاصه لو كان جاله حمى روماتيزميه على القلب قبل كده. لكن في العادي واحد سخن عادي، ما ده الكلام يا جماعه البديهي، اديله مضاد حيوي. في ناس تقول لك مش لازم الاتصال بقى، في ناس تقول لك الا يعني لو من وزير الصحه. لا والله هو طيب. ابو عبد الله بس عشان حرام. طب ما هو ال4 دقايق نقول المعلومه دي افيد، استنى بقى لو سمحت. طب معلش، طب ناخدها معلش، المخرج يسمح لنا ب5 دقايق كمان. طيب 5 دقايق كمان ناخد ابو عبد الله من وادي الجديد. ماشي اتفضل. حرام. ازيك يا ابو عبد الله؟ اتفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا ابو عبد الله. ما عندكش حمى روماتيزميه على فكره، عشان انت ابو عبد الله يعني اكيد عديت سن ال20. اتفضل كمل يلا. اوكي يلا قول. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا ابو عبد الله. بس بسرعه الله يخليك. انا عندي 52 سنه. اوكي حلو قوي، بعيد عن موضوع الحلقه بتاعتنا. يلا. كان يا عم في التلفزيون واسمعنا من السماعه. كان اجاني سرعه في ضربات القلب. أوكي. معايا دكتور؟ اوكي انا مش هرد عشان انت بتسمعني بعدها ب3 ايام، مش هرد، انا سامعك للاخر. جالك سرعه في ضربات القلب وبعدين؟ سرعه في ضربات القلب يعني بتجي على فترات متباعده. اوكي. اول مره جتني حوالي دقيقه او دقيقتين. اوكي ممتاز. ثاني مره خشت في ربع ساعه. اوكي. ثالث مره خشت ساعه كامله. حلو قوي. منتظمه ولا متلخبطه؟ ضربات القلب سرعتها يعني اللي جنبي يسمعها. المشكله لما بيبقى مش سامعني مش عارف اقول له. طب منتظمه ولا متلخبطه؟ انا مش سامع مش سامع. طب خلاص اقفل وانا هرد عليك واقول لك لو منتظمه تعمل ايه. انا بسالك منتظمه ولا متلخبطه، واسمعنا من الثلاجه من السماعه، ما تسمعناش من التلفزيون. ابوس رجلك. شكرا ابو عبد الله. اوكي يعني يا ريتك برضه كنت اتصلت بدري شويه عشان احنا بننهي يعني. بص عشان خاطر ما معناش وقت فمش عارف ارد عليك. بس اكتر سبب لضربات القلب السريعه في السن الكبير في واحد عنده ضغط عالي والضربات تكون غير منتظمه هو مرض وحش ورخم يسمى الذبذبه الاذينيه، ولازم اخد له دواء سيوله زي اللي كان بياخده عم بيرم اللي اسمه ماريفان. وهنعمل الحلقه الجايه اوعدك عن الضربات السريعه ساعه كامله. اسمها ايه يا دكتور؟ الذبذبه الاذينيه. طب نخليها موضوع الحلقه الجايه. الذبذبه الاذينيه. طب خلاص الاثنين الجاي. تمام. قول لي بقى العلاج بسرعه. قول بقى العلاج بسرعه بقى. وما ماشي كده صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك لو انت قفشت الواد في الاول وهو لسه سخن اديله مضاد حيوي. يعني يا جماعه اي شافت ابنها سخن او اي واحد قاعد قدامي واخوه الصغير سخن يديله مضاد حيوي. في ناس هتقول لي يا دكتور هو اي سخونيه اديها مضاد حيوي؟ طب الواد بيسخن كل اسبوع. قال لك لا، لما تكون السخونيه سببها بكتيريا. قال لك الله، طب هو السخونيه ليها اسباب ثانيه؟ قال لك فيروس انفلونزا يعني. طب اعرف ازاي اللي عنده انفلونزا وده هيعدي لوحده من اللي عنده بكتيريا وده لازم له مضاد حيوي لحسن البكتيريا تعمل مصايب؟ قال لك الانفلونزا غالبا بتبقى سخونيه خفيفه، شويه رشح، شويه زكام، شويه مش عارف عطس. الواد سخن على خفيف، الواد بيلعب بيتحرك بيجري، الدنيا بيس ماشيه زي الفل. لكن اللي عنده بكتيريا تلاقيه سخن 39 40 مهمد دبلان واقع مش قادر يتحرك مش قادر يتكلم مصفر همدان. اهو ده بقى ميكروب تلاقي معاه حيل
تفتح بقه تلاقي نقط بيضه بتاعت الصديد على اللوز او على الزور، اهو ده اللي عايز ميكروب. ولو ما لحقتوش الميكروب ده ممكن يعمل مشاكل في المفاصل او يعمل مشاكل في القلب. المفاصل لو خفت القلب هو اللي هيفضل معاه مشكله. وعايز تتاكد، اي حد عنده لوز او عايز يتاكد انه عنده حمى روماتيزميه كان متشخص بالغلط، يعمل لي موجات صوتيه على القلب، طلعت الصمامات زي الفل، يبقى يا باشا ملهاش ولا وصلت للقلب. وبعد كده يبقى خلي بالك لو جالك اي ميكروب خد مضاد حيوي كورس كامل لمده اسبوع حتى لو خفيت من اول يوم. طلع ما فيهاش حاجه خلاص، طلع فيها حاجه يبقى ساعتها هنتعامل بقى حسب دي او ارتجاع الصمام. ايه اللي المفروض نعمله ساعتها؟ قال لك الام اللي طلع عنده حمى روماتيزميه في القلب وضيق في الصمام او ارتجاع في الصمام، تقول لها يا حاجه خلي بالك لو الواد ده سخن تاني وجاله حمى تاني هتخرب له الصمام اكتر واكتر. طب اعمل له ايه بيه؟ لما يسخن تاني ان شاء الله زي ما قلت لك اول مره اللي فاتتك، انا اسف يعني معلش مش مهم، يبقى اديله مضاد حيوي يخلص 5 ايام. طب جت قالت لك انا مش ناوي اديله مضاد حيوي، انا مكسله، او شايفها انت اوريدي العيال قاعده بتبربر هي مش مهتمه بيهم، ساعتها تعمل ايه؟ تقول لها خلاص خدي البنسلين ده كل شهر عشان لو جاله ميكروب يبقى البنسلين موجود. وممكن ياخد الحقنه 3 سنين وما يجيلوش ولا ميكروب، وممكن يبطلها شهر ويجي له الميكروب. يعني العبره بان الام تهتم بابنها لما يسخن تديله الميكروب. وتابع الحلقات، خش على النت تكتب دكتور رامي اسماعيل والحمى الروماتيزميه على القلب، هدي نصايح بالهبل. شكرا دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب جامعه جلاسكو بريطانيا، شكرا على تلك المعلومات القيمه جدا السريه اللي احنا استفدنا منها.